السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم حنان عمارة من قناة حنان كروشيه. نتقابل في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين وكل رمضان واحنا مع بعض. هننفذ مع بعض النهاردة ان شاء الله موديل التابلو ده. معانا بموديلين مستطيل ومدور جديد وحصري، ومش هتلاقيه عند اي حد. موجود في جروب منة الله. بصراحة احلى خشب ممكن تشتغلي بيه. خشب السمك، بصي السمك بتاعه، بصي كلمة الله السمك بتاعها قد ايه. بصراحة الخشب فوق الرائع، أفكاره كل دايما الجديد بلاقيه عند منا. ربنا يبارك لها. كل سنة وانتم طيبين وكل رمضان إن شاء الله مع بعض بأفكار كتيرة ومشاريع كتيرة. لو أول مرة تشوفي القناة ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وإن شاء الله ننفذ مع بعض موديلات كتيرة. هنقول بسم الله ونبدأ على بركة الله ونشوف التفاصيل. فنبدأ مع بعض نشتغل التابلو او التعليقة دي. هنبدأ مع بعض ان شاء الله نشتغلها بأبسط طريقة، وفكرة حلوة جدا للناس اللي ما بتعرفش تشتغل مكرمية. هنعمل حاجة شبيهة المكرمية بأسهل طريقة. الخشب زي ما اتفقنا من جروب منة الله. الخشب حلو جدا وسمكه جميل. وكمان هتحسيه مختلف عن اي خشب اشتغلتيه. انا هنا هشتغل بخيط مكرمية قطن. تقدري تشتغلي بأي خيط متوفر عندك، سواء مكرمية قطن او سلسلة او قطان او مكرمية مصري. هشتغل معاه بإبرة رقم 4 اهي. هبدأ اوصل الخيط. اختاري اي فتحة عندك، بس انا بحب ابدأ من تحت اهو. هاجي اوصل الخيط، هعمل سلسلة البداية اهو. طبعا سمك الخيط ومقاس الابره هيحدد عندك طريقه التزايد اللي هتشتغلي بيها على الاطار. انا هنا شغاله بخيط مكرميه متوسط وابره رقم 4، فالتزايد عندي هيبقى ازاي؟ الفتحه دي هعمل فيها غرزتين. اول غرزه بعمل فيها واحده، والتانيه بكونها وانا بقفل الدور، فهشتغل غرزه واحده بعد سلسله البدايه. الغرزه اللي بعدها او الفتحه اللي بعدها بعمل فيها 3. ادي كده 1 2 3 اهي. ايا ما كان مقاس الخيط او الابره اللي بتشتغلي بيها، رصي الغرز جنب بعضها عشان التساؤلات اللي بتيجي. عدد الفتحات كذا لا، مالكيش دعوه بعدد الفتحات. شوفي المسافه بين الفتحات وحددي التزايد بتاعك على اساسه. هنا اشتغلت 3، اللي بعده 2 1 2 بس. خلاص كده احنا كده ظبطنا اول دور. هكمل بنفس النمط ده. فتحه فيها 2، الفتحه اللي بعدها 3. هكمل لاخر الدور ونرجع. بعد ما اشتغلنا اهو 2 3 2 3، اخر فتحة عندي مع الدور عليها تبقى 3 غرز. ادي 1 2 3. التالتة هنقفلها ازاي؟ احنا سايبين طرف الخيط من قدام اهو، انا مشتغلتش عليه. فهاجي اسحب. تقدري تقفلي بمنزلقة عادية جدا، لكن انا هنا هقفل. سحبت نص الغرزة وهسحب النص التاني بتاعها، اقفلها بالخيط اللي انا سايباه ورا اهو، واسحب الخيط كده. انا كونت الغرزة التالتة اهي. والغرزة التانية بقى اللي انا كنت عايزة اكونها من الاول، هدخل من ورا الشغل كده، اسحب الخيط اهو، واجي من ورا في اخر غرزة اسحب الفتلة بتاعة الخيط اهي اهو. كده انا كونت الغرزة التالتة بتاعتي وقفلت الدور، والقفلة بتاعتي مش باينة اصلا. هبدأ اشتغل السطر الجديد. هدخل تحت اي غرزة عندي، ودلوقتي بقى هبدأ اخد الخيط ده اللي هو اللي انا كنت سايباه اشتغل عليه. هرتفع سلسلة اهي والف الشغل. يعني انا كنت بشتغل الاطار على وش الشغل اهو، ما اجي يبقى ظهر الشغل اهو ليا. هاجي اشتغل الغرزة بتاعتي عشان تدينا ايحاء اللي هي البابلز الصغيرة دي. هنعملها ازاي؟ انا ارتفعت غرزة ودي بداية الدور بس. هلف الخيط على الابرة مرتين، هشتغل غرزة عمود 2 لفة. هدخل تحت الحلقة اهو نفس الغرزة اللي انا ارتفعت فيها بمنزلقة. هسحب الخيط معايا على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واطلع من 2 في 2 في 2. انا كده كونت اول غرزة. هدخل الغرزة اللي بعدها على طول اشتغل فيها غرزة منزلقة اهي. كمان مرة هلف الخيط على الابرة مرتين، ادخل الغرزة اللي عليها الدور، اسحب الخيط معايا على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط اطلع من حلقتين في حلقتين اهي
خدي حلقتين في حلقتين علشان كمان مرة اهي. هلف الخيط على الابرة مرتين، هسحب، هطلع بغرزة في سلسلتين في حلقتين في حلقتين. الغرزة اللي بعدها هخش واعمل غرزة منزلقة. هتبدأ الغرزة اهي تبان معايا اهي، هتلاقي بابلز او كور صغيرة كده، ده بسبب فرق ارتفاع غرزة الاتنين عمود عن غرزة المنزلقة. هلف الخيط على الابرة اخر مرة وادخل اعمل غرزة منزلقة، غرزة عمود باتنين لفة. الف الخيط على الابرة مرتين اهو، هسحب الخيط اهو، هطلع من حلقتين في حلقتين واخش على الغرزة اللي بعدها واعمل منزلقة اهي. غرزة سهلة جدا لكن بتديكي شكل حلو قوي اهي. هكمل بقى باقي الدور بنفس النمط، غرزة منزلقة وغرزة اتنين عمود باتنين لفة، ونرجع نكمل مع بعض. خلاص كده شكل السطر الاول لما خلصناه شغل تقدري تسيبيه بالشكل ده وتشتغلي هنا سطر المنزلقه اللي بنقفل بيه الشغل ويبقى ده شكلها. لكن انا كمان هعمل فيها سطر هيديها شكل جمالي اكتر ويبقى شكلها مختلف. هاجي خلاص بعد ما خلصت اخر غرزه هدخل في اول غرزه عندي اللي هي كانت عمود باتنين لفه واقفل بغرزه منزلقه، هرتفع سلسله وهشتغل سطر من غرز الحشو، سطر عادي جدا اللي هو فوق كل غرزة اهي. في نفس الغرزة اللي انا قفلت فيها بمنزلقة هدخل واعمل غرزة حشو. طيب انا عشان احافظ على القرص اللي هو المستدير بتاعي ده يبقى لازم اعمل تزايد عشان احافظ على انتظام الشكل المستدير بتاعي. فهاجي هنا هشتغل التزايد ازاي؟ هشتغل غرزتين، يعني غرزة حشو اهي، الغرزة اللي بعدها اهي كمان حشو، الغرزة اللي بعدها اللي هي التالتة اهي هدخل واعمل فيها تزايد، يعني غرزة اتنين اهي، كمان مرة غرزة حشو، اللي بعدها غرزة حشو، اللي بعدها تزايد، ادي واحد في نفس المكان التانية اهي، علشان يفضل الشغل عندي مفرود واما اجي اشتغل عليه ما تلاقيش الشغل قوس منك لجوه اهي. هتبصي تلاقي الشغل ايه فرد اهو، وده اللي انا عاوزاه. هشتغل بقيه السطر بنفس التزايد، اتنين يعني فرد فرد تزايد، فرد فرد تزايد. هخلص السطر ده ونرجع نشوف. دلوقتي خلاص اهو انا خلصت سطر الحشو، هتحسي ان شكلها اختلف وفردت شويه وبقى ليها جنب كده، ده احنا طالبينه. الجزء الجاي بقى هكرر نفس السطر اللي فات اللي هو هقفل بغرزه منزلقه اهي في اول غرزه انا اشتغلتها، هرتفع سلسلة، وبرضو انا نفس اتجاه الشغل اللي هو على الظهر تمام، عشان يبقى الغرزة البارزة اللي بره دي اهي تبقى بره. هبدأ انا دلوقتي عايزة اشتغل بين كل غرزتين بارزين غرزة، مش احنا كنا بنشتغل غرزة عمود اتنين لفة منزلقة عمود اتنين لفة، انا عايزة اجي بقى بين الغرزتين دول وهنا اهو واعمل الغرزة البارزة. فهاجي هنا في اول غرزة انا ارتفعت سلسلة وهعمل فيها غرزة منزلقة كده اهي. الغرزة اللي بعدها هكرر عمود باتنين لفة. انا اسفة في السطر الاولاني وانا بشرح كنت بقول هيبقى معايا على الغرز على الابرة 3، لا هم بقى معايا 4. فهاجي ادخل في الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط اهو معايا على الابرة 4 حلقات، هسحب من حلقتين في حلقتين في حلقتين، اخش على الغرزة اللي بعدها واعمل منزلقة. هكرر كده اهو، هاجي الاقي الغرزة البارزة بقت بين الاتنين البارزين. كل ما اشتغل طبعا الغرزة بتاعتي هتبان. هلف الخيط على الابرة مرتين، ادخل الغرزة اسحب الخيط اطلع من حلقتين في حلقتين في حلقتين، والغرزة اللي بعدها منزلقة. هكرر السطر الاولاني اللي احنا اشتغلناه مع بعض اهي، هتلاقي بين كل اتنين واحدة اهي الشكل ده عشان ما يبقوش فوق بعض على طول اهي. كل ما تشتغلي طبعا هتبان.
تقدري بقى بعد السطر ده توقفي. ده خلاص اهو شكل التابلو او التعليقه بعد ما اشتغلنا السطر التاني. عايزه اقولك ان الطريقه اللي اشتغلنا بيها دي خلت ان هنا في سطر بيبقى البروز بتاعه لقدام لوش الشغل اهو كده، والسطر التاني ده مايل لورا فعامل شبه الترس كده. طبعا هو مش باين قوي هنا في التصوير، هيبان اكتر لما انت تشتغليه على الطبيعه. فتقدري تسيبيه بالشكل ده وتقفلي بس هنا غرز منزلقه تقفلي بيها الفتحات. ورجعنا اهو حبايبي خلاص بعد ما خلصناه شكلها اهي. انا ما عملتش سطر الحشو اللي انا قلت عليه لان انا تخيلت شكلها كده افضل. بقى عندنا سطر البروز هنا اهو لقدام، والسطر التاني عامل زي الترس من الجنب كده، فمدي ايحاء حلو قوي وهي متعلقه. طبعا ده بيرجع لذوقك، تقدري تكبريها او تزودي في عدد السطور زي ما انت عايزه. تقدري كمان تعملي لها شراشيب. يعني بصي هي افكار كتيره. كمان ده شكل المستطيل رائع رائع بصراحه، وهو متعلق شكله تحفه. بصراحه خشب وافكار دايما الجديد بلاقيه عند منة الله. ربنا يبارك لها، كل سنه وانتم طيبين وكل رمضان يا رب واحنا مع بعض. وطلعي منه افكار كتيره واشتغلي بيه مشاريع كتيره ان شاء الله. هتلاقيني سايبه لكم لينك الجروب في صندوق الوصف. ولو اول مره تتابعينا ما تنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك للفيديو. مستنيه تطبيقاتكم وتعليقاتكم كل رمضان واحنا مع بعض ان شاء الله. ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات جديده وافكار كتيره. استودعكم الله، سيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.